السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيديو اليوم حيكون على هذه البلوزة اللي شفتوها، بلوزة درابيه بلف، يعني لف اللي فيها بيكون موصول في الأمام. حنحتاج للباترون الأساسي. باترون الخلف حيكون بطول البلوزة، وحنحط عليه خط الباط وخط الخصر. مثل ما بتلاحظوا الباترون فيه تخصير بسيط، أما باترون الأمام حنحتاج الجزء العلوي اللي حيكون من الكتف إلى الخصر. بالنسبة للبنس بتكون مرسومة مثل ما هي، حنخليها لأنه أصلا الموديل ما فيه يعني تضييق أو شيء، الموديل بيكون واسع مريح. حنحتاج قماش استرتش لكرا مثل ما بتلاحظوا، يكون وشين، يعني القماش وش وظهر نفس الشيء. وحنحتاج المسطرة والمتر والمقص. حنحتاج ورق باترون، تكون الورقة كبيرة اللي بتجي متر. حنحتاج طبعا ورقتين وحنلزقهم مع بعض. حنرسم على الورقة الكبيرة هذه، ورقة الباترون، خطين، خط أفقي وخط عمودي، ولكن الخطين هذول حيكونوا في وسط الورقة. يعني الورقة حنصفها تماما وحنحط إشارة في الوسط، وحنعمل خط طولي وخط عمودي في وسط الورقة. مثل ما بتلاحظوا أخذت المتر ونصفته، حطيت إشارة عشان تكون تقسيمة الورقة صحيحة. الآن أنا أقوم بالرسم على الورقة اللي هو الخط الطولي بعرض الورقة، أو ممكن نسميه أفقي، عفوا عمودي، والخط الآخر اللي هو الأفقي بطول الورقة. مثل ما بتلاحظوا إن الخطين في وسط الورقة، الخطين حيكونوا في وسط الورقة، لأنه هذا الوسط اللي حنحصل عليه اللف للبلوزة. إذا طبعا حبينا إنه البلوزة تكون درابيها أو لف حقها أطول، يعني يكون أنزل من الخصر، فإحنا بنحدد خط أسفل الخصر. بس الآن اللي محدد معانا هو طول البلوزة إلى الخصر. الآن أنا حطيت باترون الجزء العلوي. شوفوا وسط الأمام للباترون حطيته على الخط اللي هو في الوسط، وعملت إشارة عند نهاية حردة الأبط، يعني حطيت نقطة مثل ما بتلاحظوا. هاخذ الباترون وهحطه على الجهة المقابلة للجهة الأولى، وكمان هحط نقطة عند نهاية الأبط، وأيضا في الجهة المقابلة من الأسفل هنعمل نقطة عند حرة الأبط. أهم شيء إنه الباترون بيكون عند الخط، الخصر بيكون عند الخط. أيضا الجهة المقابلة هنعمل نقطة عند حردة الأبط. عملنا 4 نقاط مقابل بعض، وهذه النقاط من وين جبناهم؟ من حردة الأبط، بعد ما حطينا الباترون على الخطوط اللي رسمناها. مثل ما لاحظتوا الباترون الخصر حطينا على الخط الوسطي. الآن أنا حوصل خط عمودي بين النقطتين الأولى اللي بتلاحظوا الخطين، الخط هذا على النقطتين، والخط الثاني نفس الشيء على النقطتين الأخريات. طيب بعد ما رسمت الخطين العموديين عفوا، الآن حقوم برسم خط الجانب اللي هو التخصير. مرة ثانية وضعت الباترون على الخط نفس المرة الأولى، ورسمت خط الجانب، ولكن في جهتين، الجهة الأولى اللي شفتوها والجهة المعاكسة لها. ورسمت أيضا خط الجنب اللي هو التخصير، أرسمه بالمسطرة عشان يكون لي
أوضح ويعني مرتب أكثر. طيب رسمتهم الآن في الجهات المعاكسة لبعض، يعني لاحظوا إنه الزاوية في الوسط هي اللي تجمع بينهم. رجعت حطيت الباترون مرة ثانية وحمسك الآن عند الإبط، لاحظوا إصبعي حطيتها عند نهاية حارة الإبط، وهحرك الباترون إلى أن يصل الكتف عند الخط اللي أنا رسمته، الخط العمودي اللي رسمته اللي كان بين النقطة والنقطة. لاحظوا أن الكتف لامس الخط، حركت الباترون إلى أن خليت الكتف يلامس الخط، وبعدين رسمت حردة الإبط ورسمت خط الكتف. شوفوا الآن أنا برسم خط الكتف ورسمت حردة الإبط. حنزل بس كده 2 سنتي على حردة الرقبة، لأنه الموديل أنا ما هحتاج حردة رقبة، الموديل ما يحتاج إن إحنا نسوي له حردة رقبة، بس عملت هذه الإشارة للتحديد. الآن رسمنا الكتف، حردة الإبط، وتخسيرة الصدر. الجهة المعاكسة لها اللي تجمعهم بالزاوية نفس الطريقة، حقوم بنفس الحركة. لاحظوا حمسك بصبعي عند نهاية حردة الإبط، وححرك الباترون، ححرك إلى أن أجعل الكتف يلامس الخط، وبعدين حرسم خط الكتف وحردة الإبط نفس الجهة الأولى اللي رسمناها. أتمنى أن التصوير يكون واضح لكم. أنا طبعا حاولت أني أقرب لكم التصوير عشان تشوفوا. الآن أنا برسم حردة الإبط، ونرسم الآن الكتف. عملت كمان إشارة بسيطة عند حردة الرقبة، سطرت عند الكتف. أنا ما حاولت إني أسرع هذا المقطع عشان يكون لكم واضح، لأنه هذا اللقطة هذه هي المهمة اللي من خلالها حنطلع لف البلوزة. لاحظوا إنه بعد لكم الحركة عند الإبط، مسكته وحركت الباترون، بس عدتها عشان تذكركم شوية. وعملت المسطرة يعني تأكيدا إنه الحركة هذه والكتف لامس الخط اللي إحنا رسمناه، الخط العمودي اللي رسمناه بين النقطة والنقطة. طيب بعد ما خلصنا الرسمات هذه الأولى، واللي أتمنى أنها تكون واضحة لكم هذه الخطوات، الآن حاخذ الباترون وححطه في خط الوسط اللي هو الطولي، وحاعمل إشارة عند خط الكتف، يعني هذه الإشارة بتحدد لي طول السطر. عشان عند هذه النقطة الإشارة هذه اللي حطيتها عند الكتف، حوصل خط منها إلى خط الكتف. هتشوفوا الآن، شوفوا حنوصل الآن خط من النقطة هذه اللي حددت عرضها بناء على طول السطر، ووصلتها إلى خط الكتف، وأقيس المسافة كم طلعت، ونعمل نفس الحركة ونفس القياس في الجهة الثانية المقابلة لها. نفس الشي. شوفوا من الخط الوسطي هحدد طول السطر، وحاعمل إشارة عند الكتف. عشان هذه الإشارة هي اللي حتوصل لي خط منها إلى خط الكتف اللي هو حيكون بعدين في وسط البلوزة. الآن حوصل خط من الكتف إلى النقطة اللي حددناها
بالباترون العلوي اللي هي كانت مأخوذة يعني منها لطول السطر. حرسم الخط هذا، حوصلهم مع بعض، وحيكون طوله نفس الطول الأول، أو ممكن حتكون الرسمة من خط الكتف إلى نهاية الورقة. وبعدين حنحدد الطول اللي حناخذه لما نحط باترون الجزء الخلفي. احنا حنرجع للباترون الخلفي. الآن أخذت باترون الخلف وحقوم بالرسمة الجديدة اللي حتشوفوها الآن، واللي حتكون تحريك أيضا بالباترون. شوفوا، حطيت الباترون على خط الوسط تماما نفس ما حطينا الباترون العلوي، ولازم يكون خط الوسط أو خط الخص مقابل خط الوسط مثل ما بتلاحظوا وأنا بأشر بيدي. تمام. الآن أنا حمسك بصبعي عند خط الخصر مثل ما بتلاحظوا، حمسك عند خط الخصر وحقوم بتحريك الباترون حسب ما حيطلع لكم في الحركة اللي الآن حتشوفوها. الآن أنا مسكت الخصر باليد وحرك الباترون، شوفوا، وأنا ماسكة عند الخصر إلى أن يصل وسط الباترون ملامس للخط اللي كان موصول من النقطة السفلية اللي كانت من طول الصدر إلى الكتف. شوفوا، إلى أن لامست الخط اللي موصول إلى خط الكتف. الآن حوصل نقطة من هذه النقطة، ممكن كمان أطول شوية عنها ب10 سنتي، وبعدين حوصل خط من هذه، يعني من هذا المكان إلى خط الخصر، إلى خط الخصر مثل ما بتلاحظوا. هستخدم المسطرة وحوصل إلى خط الخصر. طبعا حتكون في الزاوية يعني بشكل حادة، بس أنا الآن حعملها تقويس كيرف بسيط، لأنه هذا المكان مكان الخصر، فلازم يكون شبه مقوس يعني مخصر. الآن الجهة المقابلة نفس الطريقة حنرسمها، نفس الحركة ونفس الطريقة. حنحط الباترون على الخط اللي هو في الوسط، خط الخصر مع خط الوسط، وحمسك عند خط الخصر وححرك الباترون إلى أن يصل وسط الخلف على الخط الموصول بالكتف، نفس الحركة الأولى. عمل الإشارة وحوصل الخط من الإشارة اللي عملتها والنقطة إلى خط الخصر، نفس الحركة الأولى اللي كانت في الجهة الأولى اللي قبل. وكمان عند خط الخصر هنعمل خط بشكل كيرف مقوس مثل ما تلاحظوا. كده رسمنا الجانبان مع بعض. الباترون أصبح الآن جاهز. هنقوم الآن بقص الباترون. الآن أنا أقصه، وطبعا ما في زيادة للخياطة لأنه الباترون أصله واسع من البداية، وزودت كمان 3 سنتي من البداية. وغير هذا إنه البلوزة هي شبه درابيك ولف وقماشها ستريتش، فما يحتاج إنه إحنا نزود أيضا. هذا هو الباترون بعد القص. صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن احنا حنقص الباترون على القماش. طبعا القماش لما نحطه بيكون مفرود فردة واحدة، يعني مش مثني، قطعة واحدة بس. وبنخلي الباترون عليه تماما وندبسه،
ونقص على الباترون تماما، ما في أي زيادة للخياطة. هذا القماش بعد القص. طبعا حقوم الآن بقص الخلف عشان نقدر نثبت الأمام على الخلف. هذا الخلف بينقص والخلف مغلق طبعا، ما فيش جهة مفتوحة. كمان بيكون شبه واسع، ولو حبينا انه احنا نعمل بنص للخلف يعني خياطة في القماش، هذا الشي راجع لكم. ممكن حابين تخلوا البلوزة تكون واسعة شوية، كمان شي بيرجع لكم. لأن أنا حطيت الخلف على المونيكان، ثبت الأكتاف مع بعض بالدبابيس عشان حلزق الأمام أو حثبت الأمام مع الخلف قبل الخياطة عشان تشوفوا كيف الطريقة. ثبت الكتف مع الكتف، طبعا أنا بثبتهم بالدبابيس تثبيت مؤقت لأني حشيل بعدين البلوزة وحنخيطها على المكنة. ثبت الآن جانب الأمام مع جانب الخلف عشان يسهل لي عملية الكتف الآخر لما أثبته مع كتف الخلف. ثبتهم مع بعض، ولا نثبت الكتف، كتف الأمام مع كتف الخلف. طبعا البلوزة محتاجة يعني تكلف قماش 1.5 متر، خصوصا لما يكون قماش عرضين. لاحظوا انه الدرابي للبلوزة بدأ يظهر ايضا، لف البلوزة، وايضا راحة القماش وانسياب القماش، لانه القماش الاسترتش الناعم فعلا بيعطي جمال في الدرابيهات والكسرات. الآن أنا حاخذ البلوزة من على المونيكان وأقوم بخياطتها. أتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وأي سؤال أو أي تعليق اكتبوا لي في خانة التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.